ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ فيديو النهارده تكمله لمكتبه التمارين، وعندنا تمرينين: فلات دمبل بنش بريس وانكلاين دمبل بنش بريس. في تمرين الدمبل فلات عضله الصدر كلها بتشتغل بتركيز اكتر على الجزء الاوسط والسفلي اللي يعتبروا واحد. تمرين الدمبل العالي بنركز اكتر على الجزء العلوي، وميزه في الدمبل انه بيشغل العضلات المثبته وبيخليها اقوى. نبدا نشوف ازاي نتمرنهم صح، ونيجي للنقط اللي مشتركه بينهم. خلي الدمبل على أمامية الرجل وابتدي قوم حاجة بسيطة وارجع عشان تساعد نفسك تطلع بالوزن. ثبت رجلك في الأرض كويس، خلي الوزن عند كتفك، حافظ على كوعك زاوية 45 عشان تقلل الحمل على مفصل الكتف. ونيجي للاخطاء المشتركه اللي ممكن تحصل في التمرينتين. طلع غلط وبتخليك تفقد التحكم في الوزن والعزم، تفتح كوعك بزيادة ومش بتخليه 45. وفي الاخر التمرين هيكون بالطريقه دي. ونصيحه انك ما تستعجلش على الاوزان، وركز انك تحسن في الاداء في التمرينتين، بس كده تكون عرفت ازاي تتمرن دمبل فلات وعالي بطريقه صح 100%. ولو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي.